السلام عليكم، تحياتي. معكم رياض العبادي من هولندا كالعادة. عندي رسالة إلى الترويكا والحكومة. هاك شفتوا معناها، هاك شفتوا وش صاير بالضبط، وكان مش معناها الشعب التونسي والقوى الثورية ولجان حماية الثورة راكم توا في الحبوسة. فشل الانقلاب على خاطر إرادة الشعب، على خاطر معناها الشعب التونسي يعرف الحقيقة، إلا كونه معناها النظام البائد هو ما وراء الانقلاب، والانقلاب فشل داكوردو، اما مازال اخطر شيء، مازال اخطر معناها مازالت الرموز وازلام النظام قاعده تلعب اخر اوراق نتاعها، هي بمثابه حياه او موت. قاعد يحاربوا فينا بالسم، وقاعدين معناها يعملوا في كل الحيل وفي كل الاغتيالات باش يرجعوا يحكموا من جديد. لكن الشعب التونسي والقوى الثورية كلها شالقة بهذه المؤامرة. توا حان الوقت يا حكومة يا ترويكا باش تحمل مسؤوليتك. هاكا معناها الانقلاب الثالث ولا الرابع طيحناه في الماء وفشل. تحمل مسؤوليتك، ومعروفين الجهة اللي عملت انقلاب من رموز فاسدة من وزارة الداخلية، على رأسها وحيد توجاني مدير الداخلية. إعلام الفاسد، أغلبية الأعلام فاسدين، رجال أعمال فاسدة تمول زادة في القوى الثورية والمجرمين باش يبعثوا في تونس فساد وشغب وإطاحة بالشرعية. وكذلك معناها نداء تونس والجبهة الشعبية، أغلب رموز الجبهة الشعبية وكل نداء تونس هذا من وراء الانقلاب. فشل الانقلاب قدرة ربي، على خاطر معناها الشعب التونسي واعي ومش مستعد معناها باش يرجع يستعبدونا هذه الحفنة من الخماج، حفنة التجمع، بقايا النظام القمعي اللي حكم تونس أكثر من 23 سنة. أنا نناشد من موقعنا هذا شباب الثورة من كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب أن يوقفوا مع الحكومة رغم ضعفها. موش وقت توا، موش وقت باش تنتقدوا الحكومة. لازم توا الحكومة معناها تاخذ ثقة في روحها لكون الشعب التونسي وراه وشباب الثورة وراه باش تحمل مسؤوليتها وتحاكم المجرمين، على رأسهم كمال الطيف والهادي بكوش والطيب البكوش وحامد القروي ونور الدين بنتيشة ولزر العكرمي ومحسن مرزوق وحمل همامي وكل مرتزقة بن علي اللي ظهروا بالكاشف ما يحبوش تونس، يخموا في مصالحهم ويخموا معناها في رجوع إلى السلطة عبر الاغتيالات عبر الشغب. وفما معلومة باش نسوقها لكم، راهو كفريد الباجي الشيخ الفريد الباجي وراء اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي وفوزي المحمدي في سوسة قدام الجامعة سوسة وشيخ القلال. هذا سيدي معناها بوليس سياسي، هذا عنده فرقة الموت، فرقة الحبشية اللي كان بن علي قتل معناها في الإسلاميين وتوا يقتلوا معناها في رموز الثورة التونسية. يا توانسة ما فماش حل، رغم معناها ياسر عباد يكرهوا النهضة داكوردو، حط النهضة جانبا، مصلحة الوطن قبل كل شيء. يلزم معناها الانقلاب هذا نقطعوا طريق قدام الخونة الكل، على خاطر الخونة هذوما كلهم يتلقاو تعليماتهم من المخابرات الإسرائيلية والفرنسية وكل الرموز الفاسدة اللي ما تحبش تونس الخير. كونوا يد واحدة. تحيا تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.